السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة يا ربي. كما راكم تشوفوا عندنا اليوم راح نعملوا البراج. نحتاجو الغرس وزوج كيلات سميد. حنا نكيل بصحن هذايا نص كيلو تاع زبدة. الغرس كيلو كما راكم تشوفوا، خليت منه غير طرف كيما هكا. تسمى هادو هما المقادير اللي نحتاجوهم، تبعوا معنا للأخير. نعجنو الغرس كما راكم تشوفوا، كيما هكا نعجنوه مليح. نعجنو كيما هكا الغرس كيما راكم تشوفوا، وندفيو شويه ماء. صبوا الماء كيما هكا بالعقل. العجن يكون لمدة 5 دقائق، بصح شويه تولوا نقيوها مليح. نديرو شويه زبده كيما هكا، ونكملو العجنه كاع. حتى تدخل الزبده ديك مليح في الغرس. كيما راكم تشوفوا بعد العجن تاع الغرس سي بون، انا حطيناه كيما هكا في ساشيه. نبداو نحطو درك الزبده كسرانه. بون حطينا الصحن الاول كيما قلنا، الكيله الاولى كيلو بصحن هذا، وهذه الكيله الثانيه. بلاش صحن كامله. كيما راكم تشوفوا درنا 2 كيلات تاع سميد، وعندنا كيلة تاع زبدة براس كيما حطينا في الأول في الصحن. وزيدوا شوية زيت في الزبدة، شوية أخرى زيت. زيد نديرو شوية ملح. تبعوا المقادير برك بربي إن شاء الله تخرجوها. باش تخلط الزبدة مليح مع السميد. حكي السميد تاعك كيما هكا، كيما راك تشوفي تخلط الزبدة مليح مع السميد. تستعملوا 2 كيلو سميد كاملين وكيلة تاع زبدة. يعني بطاطا 500 غرام كاملة. نحيو شوية من لاباط هي اللي درناها باش نقرصو عليها من بعد. نديرو شوية زهر كيما هكا. بعد ما سخنا الماء شوية، دفيناه برك ماشي سخناه، صبوا شوية ماء.
نشوفو بعد ما لميناها، خليوها واحد 5 دقايق هكاك ومن بعد نقرصوها. تبعو معنا بالاخر ان شاء الله تستفادو. نقسموها بالطريقة هذه باش نديرو الطبقة اللي من الفوق والطبقة اللي من التحت. نحطو عليها ساشية برك وبعد 5 دقايق ان شاء الله نكملو. بعد ما ارتاحت عجينة 5 دقايق نديرو الفتات هذاك اللي جبدناه قبيله. هذه الطريقة باش يجي البراج تاعنا احرش من الفوق ومن التحت. لونا نحط الطبقة الأولى نقصنا منها شوية الكمية هذيك اللي درناها باش تجي عقد العجينة تاعنا. نعدوها بهذه الطريقة. ونكملو نعدلو العجينة تاعنا كيما هاكا من الفوق. نغطيو الغرس هذا كامل وجناب. حلوها شوية بالقراص كيما هاكا. درنا عليها صاشية باش تجي عقد بعضها ما تحلش. درناها بالطريقة هذه كيما راكم تشوفوا بالقراص باش ما تحلش. درناها بالطريقة هذه بالقراص كيما راكم تشوفوا وغطيناها بالصاشية في الأول صح باش ما تحلش العجينة تاعنا ونبداو نحلو كيما هاكا. نكملو نعدلو الأطراف كيما هاكا. كملي عليها البلايص تخشان دايرين بيديك باش تجي كل متساوية يعني ما حاولوا ما ديروهاش رقيقة بزاف ومش خشينة. نزيدو الخليط هذاكا نبداو نقسمو.
هذا هو البراج تاعنا. بسم الله ما شاء الله. مبسس، القوام تاعو مليح، ما شاء الله.